السلام عليكم. الطفل اللي قدامكم ده طفل مش عادي، اسمه جيمس لانيجر، من مواليد سنة 1998. وهو عنده سنتين بدأ يقول حاجات غريبة، حاجات ما يتقالش عليها إنها من خيال طفل. فكان بيصحى من نومه يصرخ ويقول الطيارة اتحرقت، الطيارة وقعت. وفضل على الحال ده لحد ما كمل 3 سنين. وفي يوم قال لأهله أنا كنت طيار في الحرب العالمية التانية ومت فيها. وللأسف لما أهله دوروا ورا كلامه لقوه بيتكلم صح. والولد ده قصته انتشرت بطريقة كبيرة جدا في العالم، لدرجة انه اتعمل فيلم وثائقي عن قصة حياته، وكمان كتاب كامل بيتكلم عنه. وده طبعا غير المجلات والمقابلات اللي طلع فيها. هنتعرف النهاردة على قصة الطفل جيمس لانيجر الغريبة، وازاي أهله وصلوا لحقيقة اللي ابنهم بيقوله، وهل فعلا اللي قاله حقيقي ولا خيال أطفال. تابعوا معايا الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا ماضي، ودي قناتكم حكايات براند. جيمس لانيجر من مواليد سنة 1998. أبوه اسمه بروس لانيجر وأمه اسمها أندريا. جيمس من وهو صغير كان مهووس بالطيارات، وخصوصا الطيارات الحربية، لدرجة انه كان طول الوقت لما يجوا يشتروا له لعبة كان يختار طيارة. وهو عنده سنتين بدأ يعاني من كوابيس، او بمعنى اصح كابوس واحد كان بيتكرر معاه كل يوم. كان بيحلم انه موجود في طيارة حربية، وان الطيارة دي بتتعرض لهجوم وبتنفجر، وانه بيموت فيها. وبسبب ان الكابوس ده كان بيتكرر كل يوم، فمرة ابوه سأله مين اللي هجم على طيارته في الحلم. الولد ضحك وقال له ان اليابانيين هم اللي هجموا على الطيارة. What happened to your plane? And he said, it got shot. And Bruce said, well, who shot your plane? And I'll never forget the look on his face. He went, oh, the Japanese. ولكن لما كمل 3 سنين الموضوع زاد أكتر، وخصوصا لما أمه جابت له طيارة كبيرة لعبة. فشاورت على جزء في الطيارة وقالت له شوف ده في قنبلة في الطيارة. ولكن جيمس رد عليها وقال لها لا دي مش قنبلة، ده خزان إسقاط. I said, oh, look, there's a bomb on the bottom of it. He said, that's not a bomb, Mama, that's a drop tank. A drop tank? I'd never heard of a drop tank. I didn't know what a drop tank was. فتخيلوا لما طفل عنده 3 سنين يعرف ان في حاجة اصلا اسمها خزان اسقاط، لا ويعرف كمان مكانها فين في الطيارة. ولما بحثوا عن الموضوع لقوا ان فعلا الحاجة اللي امه شاورت عليها اسمها خزان اسقاط. طبعا احب اوضح حاجة مهمة، عيلة جيمس ملهمش علاقة بالجيش ولا بالطيارات الحربية، ولا حد من العيلة كان في الجيش، فهم بيشتغلوا في وظايف عادية. الاب محاسب والام مدرسة، يعني ملهمش اي علاقة بالجيش. الحادثة التانية حصلت لما الولد راح مع أبوه وأمه المتحف في تكساس، وجيمس ساب كل حاجة في المتحف وقضى ساعات في معرض الحرب العالمية التانية. وبعد زيارته للمتحف بدأ هوسه بالطيارات الحربية يبان أكتر، وبعدها بقى يقعد بالساعات يتفرج على أفلام الحرب العالمية التانية ويبقى مركز فيها جدا، ويرفض إنه يتفرج على أي حاجة تانية. ودي حاجة غريبة، خصوصا إن طفل في سنه مش دي اهتماماته أصلا. يعني المفروض ان طفل في سنه يكون بيحب يتفرج على كرتون او برامج اطفال، ولكنه ما كانش عنده اي اهتمام تاني غير الطيارات الحربية واخبار الحرب العالمية التانية. وطبعا الوقت ده اهله ما كانوش مصدقين الكلام الغريب اللي ابنهم بيقوله، ولكن الصدمات ما وقفتش لحد هنا. جيمس بعد كده قال لابوه وامه انه كان طيار في الحرب العالمية التانية، وانه كان بيدخل في مناورات وحصل عليه ضرب بصواريخ ومات فيها، وان كان اسمه جيمس، وقال ان طيارته اسمها كورسير. وقال ان الطيارة دي كانت طيارة متعبة جدا لانه كان دايما بيواجه مشاكل بالهبوط بيها. وكمان قال ان العجلات كانت بتبوظ بسهولة، ودي من الحاجات اللي صعب اي حد يعرفها من كتب او مقالات. وبعدين سألوه اسئلة اكتر عن السفينة اللي اقلع منها، وقال ان السفينة اسمها ناتوما. الاب هنا اتصدم من كلام ابنه لانه بيقول اسامي غريبة ومش عارفين هو جاب الاسامي دي منين. فبدأ الأب ياخد الموضوع بجدية شوية، وبدأ يدور على الطيارات الحربية، واكتشف إن فعلا كان في سفينة اسمها USS ناتوما، وهي سفينة حاملة للطائرات، وكان موقعها في المحيط الهادي في الحرب العالمية التانية. لحد دلوقتي أبو جيمس وأمه ما كانوش مصدقين ابنهم قوي، لأن بالنسبة لهم فكرة إن ابنهم عاش مرتين فكرة ما دخلتش دماغهم، وهي أصلا فكرة صعبة تتصدق.
وكان كل اللي في دماغهم وقتها إن الموضوع كله صدفة. ولكن مع الأيام بدأوا يقتنعوا شوية بشوية إن الموضوع ما ينفعش يكون صدفة، وإن فعلا في حاجة غريبة في ابنهم جيمس. الأب والأم كمان لاحظوا إن جيمس كل ما بيرسم أي رسمة لازم يمضي تحتها باسم جيمس 3. أبوه وأمه طبعا استغربوا وسألوه ليه دايما بيكتب اسمه بالطريقة دي، وقال إن ده كان اسمه لما كان طيار، لأن كان عندهم في الكتيبة أكتر من واحد اسمه جيمس، وهو كان جيمس رقم 3. ومن الحاجات الغريبة اللي لاحظوها كمان إن الولد كان دايما بيكسر المروحة الأمامية من الطيارات بتاعته، فكان باين إنه بيتعمد يعمل الحركة دي. لازم يكسر المروحة الأمامية لكل طياراته، والحركة دي ليها تفسير هنرجع لها ونتكلم عنها في نهاية القصة. وطبعا كل طفل بيبقى عنده الألعاب بتاعته، وكان من ضمن الألعاب دي مجموعة ألعاب محاربين اللي كانت منتشرة زمان، والأطفال في الطبيعي بيسموا اللعب بتاعتهم، وجيمس عمل نفس الكلام ده. فهو كان مسمي اللعب بتاعته أساميهم هي ليون وبيلي ووالتر وجاك لارسن. الأب والأم استغربوا لأنهم مش عارفين ابنهم جاب الأسامي دي منين، وخصوصا إن مفيش أي حد في عيلتهم اسمه بالأسامي دي، وبالذات اسم جاك لارسن، يعني تحسوه إنه يعرف ناس بالأسامي دي فعلا. وفي يوم من الأيام الأب كان ماسك كتاب وكان فيه صور، لقى ابنه فجأة بيشاور على صورة في الكتاب وقال له إن طيارته وقعت على الجزيرة دي ومات فيها. والأب استغرب وقال له الجزيرة دي في اليابان. قال له هو فعلا مات في اليابان. ولما بحثوا عن الجزيرة دي عرفوا إنها جزيرة في اليابان اسمها تشيتشي جيما، وقال إن كان في شخص اسمه جاك لارسن كان معاه في اليوم اللي مات فيه. وهنا الأب تعب من الموضوع وقال لازم يشوف حل لمشكلة ابنه، لأن الأب ما كانش مقتنع نهائي بكلام ابنه، وكان مستعد إنه يعمل أي حاجة بس علشان يطلع الأفكار الغريبة دي من دماغ ابنه. والأب قعد ساعات وساعات وهو بيبحث في الكتب والجرايد القديمة والنت عن الحرب العالمية التانية، ويقرأ عنها ويدور عن واحد اسمه جاك لارسن. وفي النهاية فعلا لقى واحد اسمه جاك لارسن، وجاك كان طيار مساعد في الحرب العالمية التانية. والصدمة الكبيرة إن طيارته كانت بتنطلق من سفينة USS ناتوما، اللي هي نفس السفينة اللي اتكلم عنها جيمس وقال إنه كان بينطلق منها. ولحسن حظه إن جاك لارسن كان لسه عايش وموجود في ولاية تكساس. الأب اتواصل مع جاك لارسن وسأله لو كان يعرف واحد اسمه جيمس كان طيار معاه. جاك لارسن أكد إنه بالفعل كان في طيار اسمه جيمس هيوستن جونيور، وكان طيار مقاتل في الحرب العالمية التانية. وكمان قال إن هو وجيمس كانوا أصحاب، وطيارتهم كانت بتنطلق من سفينة USS ناتوما. وللأسف جيمس مات لما كان عمره 21 سنة بعد ما تعرضت طيارته لهجوم، والطيارة وقعت على جزيرة اسمها تشيتشيجيما في اليابان. في النهاية طلع إن كل حاجة قالها جيمس كانت صح 100%. الولد كان يعرف معلومات مستحيل طفل عمره 3 سنين يعرفها، وخصوصا إنه كان عنده مستوى كبير من العلم والخبرة في الطيارات الحربية. وهنا الأب صدق ابنه، وبدأ الأب والأم يقتنعوا إن جيمس هيوستن جونيور هو نفسه ابنهم اللي قاعد معاهم في البيت. أما بالنسبة للعبه اللي كان جيمس مسميهم بأسامي بيلي وليون ووالتر، اكتشفوا بعد كده إنهم كانوا أشخاص حقيقيين، وأساميهم الكاملة هي بيلي بيلر وليون كونر ووالتر ديفلين، وهم كانوا أصحاب جيمس ومعاه في الكتيبة بتاعته. فاكرين في بداية الفيديو لما قلت إن جيمس كان بيكسر المروحة الأمامية من الطيارة؟ بعدين الأب اكتشف إن السبب ورا الحركة دي إن طيارة جيمس هيوستن لما اتضربت وانفجرت اتضربت في مقدمة الطيارة عند المروحة الأمامية. والدليل على الكلام ده هو شخص اسمه رالف كرالبر، وهو كان من الطيارين اللي كانوا بيقلعوا من سفينة USS ناتوما. ورالف شاف بعينه اللحظة اللي جيمس اتضربت فيها طيارته، يعني شاف اللحظة اللي جيمس مات فيها. ورالف قال إن طيارة جيمس اتضربت في المروحة الأمامية، والحاجة دي تفسر ليه دايما جيمس كان بيكسر المروحة الأمامية لأي طيارة عنده. ولو بتحسبوا إن القصة انتهت كده فأنتوا غلطانين، لسه أهم جزء في القصة. في سنة 2003 أبو جيمس وأمه دوروا كتير عن عيلة جيمس هيوستن لحد ما قدروا يوصلوا لأخت جيمس هيوستن واسمها آن بارون. ولما قالوا لجيمس إنهم هيروحوا لأخته آن من حياته السابقة، قال لهم إن اسمها مش آن ولكن اسمها آني. الأهل استغربوا جدا، ولكن بعدين آن قالت لهم إن أخوها جيمس كان دايما بيدلعها ويناديها آني، وجيمس الوحيد اللي كان بيناديها بالاسم ده. جيمس كمان كان يعرف تفاصيل عن عيلته القديمة، قال إن عنده أخت تانية أكبر منه اسمها روز، وفعلا جيمس هيوستن كان عنده أخت أكبر منه اسمها روز. والأكبر من كده إن لما آن قابلت الطفل جيمس وقعدت معاه، حست إن اللي قاعد معاها ده أخوها اللي مات في الحرب العالمية التانية، لأنه بيتكلم بنفس الطريقة ونفس الأسلوب،
وما شكتش لحظة إن ده مش أخوها، وقالت إنها لما شافت جيمس حست بشعور غريب ما تقدرش توصفه. وبعد كلام أخت جيمس عنه، أهل جيمس اقتنعوا 100% بإن ابنهم كان جيمس هيوستن زمان. ومن كتر ما حكاية جيمس لانيجر كانت غريبة جدا، اتعمل عنه فيلم وثائقي من إنتاج قناة ABC الأمريكية، وطبعا اتكتب عنه مجموعة من الكتب والروايات. وعلشان تعرفوا معلومات أكتر عن جيمس لانيجر تقدروا تشوفوا الفيلم الوثائقي، اتفرجوا عليه وهتعرفوا تفاصيل أكتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة. ولكن قبل ما انهي الفيديو أحب أقول إن دينيا مفيش حاجة اسمها حياة موازية ولا تناسخ أرواح، ومفيش حاجة اسمها مت ورجعت تاني. الحاجات دي مفيش عقل يستوعبها أصلا. ولكن الولد قال حاجات وطلعت حقيقية، وفعلا اتعمل عنه فيلم وثائقي. ولكن ممكن نفسر الحالة دي بإنها ممكن تكون مثلا وسواس من الجن، أو إنها تكون من قرين الشخص اللي مات، أو أيا كان إيه اللي حصل. في النهاية أقول الله أعلم. وبكده خلصت قصة النهاردة عن جيمس لانيجر وحياته الغريبة وحكاياته عن حياته السابقة. اكتبوا لي في التعليقات ايه أكتر حاجة كانت غريبة بالنسبة لكم من الحاجات اللي قالها الطفل جيمس. هستنى رأيكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انت مشترك ما تنساش تعمل شير في كل مكان، دعمكم مهم قوي عشان نقدر نكمل. ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا في التعليقات. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.